السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه كما العاده؟ بغيت ندير لكم فيديو خفيف. بزاف ديال البنات كيسولوني بزاف ديال الاسئله وما كيكونش عندي الوقت باش نجاوبهم. المهم البنات انا سجلت الاسئله في ورقه وغادي نجاوبكم على الاسئله ديالكم وغادي نقول لكم كاع داكشي اللي باغيين تعرفوه، واللي عنده شي سؤال اخر تكتبوا لي وغادي نجاوبها. المهم البنات ما تنساوش ديروا لايك كومونتير باش نكبروا العائله وتولي كبيره بزاف. دوزوا معايا نهاري غنجاوبكم على الاسئله ديالكم وغادي نطيب معاكم او غادي نحضر معاكم الطريقه ديالي في البيشاميل. غندير البيشاميل بالكفته اليوم ان شاء الله العشاء. ممكن الطريقه تجيكم سهله. المهم انا كنديرها واحد الطريقه ديالي سبيسيال، ما كنديرش نفس الطريقه اللي كيديروا المصريين. المهم حتى الطريقه ديالي كندخل فيها اللمسه ديالي، يعني بحال قلتي شي مغني خدا شي اغنيه كيغنيها بطريقته، فهمتوا البنات؟ المهم البنات غنبداو على بركه الله. غنجاوبكم على الاسئله اللي سولتوني، كنتمنى نكون جاوبتكم على كاع الاسئله اللي كتدور في بالي. غنمشيو للقلعه وغادي نمشيو للقهوه ديال جرين باي واعره، غادي نصورها لكم ونصور لكم شنو غنديروا تمايا. غتخرجوا معايا ان شاء الله. تسناو الفيديو ديال نهار السبت او نهار الاحد، غادي يكون واعر بزاف البنات. على بركه الله نبداو باش نجاوبكم على الاسئله ديالكم البنات. واش انتي وراجلك تزوجتوا عن حب؟ ايه اختي، انا وراجلي تزوجنا عن حب. فين تعرفتي على زوجك؟ طبعا انا ما تعرفتش على الزوج ديالي لا في مواقع التواصل ولا في الفيسبوك. انا تعرفت على الزوج ديالي في المغرب، كان عايش في المغرب وراه عاش في المغرب مده كبيره بزاف، مده 30 عام وهو راه معروف في المغرب. راه كان كيطلع في قنوات حيت هو مطرب مشهور، كيطلع في قنوات. كان طلع في شاده اف ام، طلع في دندنه مع عماد النتيفي، طلع في دوزام من قبل. يعني انا على قبل حقوق الطبع والنشر، داكشي علاش الفيديوهات مبغاوش يدوزوا لي. غادي نشوف كيفاش نحيد حقوق الطبع والنشر وننشر لكم يعني السهرات والحفلات اللي كان كيطلع فيها الزوج ديالي. وديجا الزوج ديالي كيعرف بزاف ديال الناس مغنيين ومن هاد الدومين. فاش خدام راجل كيف قلت لكم، راجلي مطرب وهنايا في مصر هو مقيد في النقابه ديال الفنانين وكيتخلص من عند النقابه ديال الفنانين. وديجا كان هو صاحب هاني شاكر، صاحب مصطفى قمر، صاحب هادو كلهم صحابه. راكم شفتوا الزبادي فاش جا عرض علينا حتى الزبادي ودوك الناس اللي كيغنيو الطرب كيعرفوه. وهنايا عنده واحد المشروع صغير في لابونك وكيتخلص منه الحمد لله، عايشين الحمد لله. علاش ما استقريتوش في المغرب؟ اولا انا زواجي ما كيستقرش في بلاصه. المهم هنا عندنا دارنا في مصر مفرشينها، وفي المغرب ملي كنمشيو يا اما كنكريو يا اما كنجلسوا في شي بلاصه. المهم حنا ما كنستقروش. الا راجلي دابا جاتو الخدمه في المغرب راه غادي نمشيو للمغرب. يعني ديجا انا فاش يلاه تزوجت جيت سكنت في مصر عامين، ومن بعد مشيت سكنت في المغرب عامين، ومن بعد دابا دخلت لمصر. انا دابا قريبا كملت عام وغادي نعاود غادي ندخل في عامين. المهم البنات ديجا حنا ما كنستقروش في شي بلاصه على حساب الخدمه، فهمتوا البنات؟ يعني انا فايته استقريت في المغرب مع راجلي المصري وديت البنت كملات القرايه تمايا وعاودنا رجعنا عاوتاني لمصر نظرا للظروف. ولا جات عاوتاني الخدمه وتقاد داكشي مزيان وجات خدمه مزيانه كيف الاول، راه غادي نعاودو تاني نمشيو ونستقروا عاوتاني في المغرب عادي. كنسدو الدار هنايا صافي وكنمشيو. المهم البنات راه كاين واحد البرد. المهم البنات واش هاد السؤال هذا واخا كنعتبروا سؤال شخصي بالنسبه لفاطمه وباها، ولكن قوت ما كتسولوني بزاف 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 كيضرني راسي. واش ماما فاطمه مطلقه ولا لا؟ انا غادي نجاوب غير على هذا السؤال. اي هما فاطمه مطلقه، ولكن زمان ملي كانت فاطمه عندها 4 سنين. دابا فاطمه طالعه في 17. ما يعني طلقات ملي كانت فاطمه عندها 4 سنين. شوفوا شحال ديال السنوات. وانا يلاه تزوجت بهشام 5 سنين وديجا كنت مخطوبه عليه واحد 4 سنين اخرى. فهمتوا البنات؟ كطلي يمشي هكا. واش عمرك واش علاش باقا ما ولدتيش؟ واش عمرك ما حملتي؟ وعلاش الا حملتي فين هو ولدك؟ واش اجهضتي؟ البنات اول حاجه انا من يلاه تزوجت، فاش يلاه تزوجت ودخلت دازت واحد 3 شهور حملت، ولكن الحمل ديالي ما كانش مستقر. علاش؟
حيت كنت يلاه في علاقة زواج جديدة، ما كنتش عارفة كيفاش ما كنتش عارفة كيفاش نتعايش مع الزواج. راكم كتعرفوا راه اللي كيكونوا يلاه متزوجين جداد كيكونوا شوية الصداع وشوية المشاكل. كنت ما مقرراش انني نولد، فما خديتش بالي من داك الحمل. بقيت كنشقى وكنزهر الثقل وكان عندي شي مشاكل، وكان ديك الساعه يلاه فاطمه كتحاول تتاقلم معايا وانا كنحاول نتاقلم معاها، وكنحاول نتاقلم مع العيشه الجديده في مصر. فطرا ليا واحد المشكل الوراق، ونقدر نوريكم دابا فين كان الحمل الاول وامتى واين سنه حملت. تسناو نجيب لكم صويره باش تشوف. هانتوما البنات هذا هو الدوسي ديالي. اول بلاتي باش نجبد لكم. بالنسبه لاول حمل كان هنايا في مصر، غير خصني نقلب عليه. هذا اللي كان في المغرب. كنظن ان بالنسبه لاول حمل هو هذا. غادي تشوفوا سنه كام، ما عرفتش واش غتكون باينه السنه ولا لا. كان في 2021. هانتوما شوفوا، هانتوما غتلقاو هنايا، غتلقاو سهام عبد القادر، حيت ما كيديروش ليا السميه ديال الكنيه ديالي، كيديروا ليا سميت با وسميت جدي. المهم ها هي سهام، ها هو اول حمل، ها هو اول حمل. هانتوما ها المشكل اللي كان عندي ياك البنات. صافي وقع لي اجهاض فيه. ها هو، هذا هو نسبه الحمل الاول اللي كانت كتزيد. هذا اول مره لقيت الحمل. ها هو الرقم ديال الحمل. هانتوما راه غتلقاو سهام شوي، ممكن تلقاوها مكتوبه هنا. ها هي شتوها، ها هو الحمل. وكان في 2021. شتو، ها هو نسبة الحمل. وكانت كتزيد، يعني أول مرة درت هذا ولقيت الرقم تضاعف. هذا هو الحمل الأول البنات، ولكن ما كتبش الله، وقعوا شي مشاكل وطاح ليا. فهمتوا البنات؟ صافي البنات. والحمل الثاني كان في المغرب. كان في المغرب من بعد ما توفات ماما. المهم الحمل الاول كانت ماما عايشه، والحمل الثاني كانت ماما متوفيه. وهذا هي تاريخ الحمل الثاني 2024. شفتوا، ها هو الحمل كاين هنا. ها هو باقي صغير، يلا عرفت بسيمانه ولا جوج سيمانات مشيت. ها هو هنايا، وقالت لي تدوز 15 يوم او شهر ورجعي عندي. ها هو الكيس ديال الحمل، شفتوه. المهم البنات وقع لي حتى هو فيه اجهاض. وهذا الاجهاض هذا هو اللي قلت لكم كانت فاطمه كتقرا في التاسعه. انا فايته حملت، وحملت مره ولكن ما تكونش الكيس وما تكونش الجنين، والدوره جاتني قاصحه. يعني تقريبا جوج مرات كان تكون لي الكيس وداك الشيء، وكان وقع لي مشكل. ومره ما وصلش لذاك المستوى ولكن كان واحد الحمل. المهم البنات فايته حملت. المهم جاوبت على هذا السؤال حتى بالدليل. واش عندك شي مشكل في الخلفه؟ لا اختي، ما عندي حتى شي مشكل، وعندي الورق ديالي كله ما هما، ودايره كاع التحاليل. بلاتي فين هي ورقه التحاليل؟ هانتوما البنات، ها هما ورق ديال التحاليل. شفتوهم؟ هانتوما دايره التحاليل ديال كلشي. هانتوما التحاليل ديال الاستراديول، الهرمونات، كلشي مقاد. نتوما استراديول، الاستروجين. دايره التحاليل ديال الغده، دايره التحاليل عندي غير فيتامين د اللي ناقص. دايره التحاليل ديال الحديد. هانتوما هو خصو يكون 12، انا عندي 11.1 مزيانه ما بيهاش. دايره التحاليل ديال كلشي، ما عندي حتى شي مشكل. هانتوما البنات كلشي. هانتوما راه باقي. هانتوما البنات، هانتوما باقيين تحاليل اخرين. هانتوما دايره التحاليل ديال كلشي، الحمد لله ما عندي حتى شي حاجه. ودايره الراديو ديال الوالده وكلشي، ما عندي حتى شي حاجه، عندي كلشي واضح. وهانتوما التبويض كيكون عندي مزيان، عندي حتى ورق ديال التبويض نوريها لكم. هانتوما البنات، ها هما التبويض. ها هي واحد البويضه، الحجم ديال البويضه كيوصل عندي 23. هاهي شو هذا واحد التحليل درتو على قبل نشوف البويضات كيفاش كيخرجوا، شحال كيكون الحجم ديالهم. ها هي شتو سيها،
هانتوما البنات البويضه عندي الحجم ديالها هو هذاك، وكتخرج كل شهر الحمد لله، ما عندي حتى شي حاجه، ما عندي غرامة المشكل. صافي البنات انا جاوبتكم الحمد لله، والو داكشي عندي هو هذاك. يعني المشكل بسيط عند راجلي، ولكن راجلي باقي ما هداش الله، ان شاء الله يهديه الله، وغادي ندعيو معاه يهديه الله، وغادي تفرحوا معنا كلكم. المهم، واش مصر حسن من المغرب في المعيشه؟ اول حاجه مصر على حساب الفلوس ديال مصر حتى هي غاليه، وكل شويه كيزيدوا في الثمن ديال البضاعه وديال داكشي، حتى هي فيها الغلا الصراحه. هما هنايا كثار من المغرب كيبقاو يزيدوا. واش مصر غلا من المغرب في المعيشه؟ لا، مصر فلوسها ساويين، المغرب فلوسها ساويين في مصر. يعني مثلا الا خديتي 5 دراهم فالطوبه، 5 دراهم بالمصري شحال؟ 10. لا خديتي 25. لا خديتي 5 دراهم كتعطيك 20 جنيه بالمصري. فهمتوا البنات؟ واش المغرب حسن من مصر في البنيه التحتيه؟ مصر زوينه بشعبها يعني كاينين شي مناطق واعرين فيها، ولكن ديال الناس الهاي. لكن واش الناس المتوسطه والناس الفقيره عندهم نفس البنيه التحتيه ديال الناس الاغنياء؟ لا، ماشي بحالنا حنا. يعني مثلا تقدر تلقاي بورغون فيه بنيه تحتيه واعره، ولكن تقدر تلقاي فيه الناس الفقراء والبسطاء والبنيه التحتيه مزيان. المهم مصر زوينه بزاف، ولكن ناقصها شي حوايج خفاف. واش كتشجعي البنات على الزواج بالمصري؟ اول حاجه الزواج قسم ونصيب، كل وحده وشنو كيكتب ليها الله. الا كتب لك الله تزوجي في الهند راه غتزوجي في الهند، كتب لك الله تزوجي في العروبيه راه غتزوجي في العروبيه. الزواج قسم ونصيب، يعني كل وحده وشنو كيكتب ليها الله. انا ما كنشجعش البنات يتزوجوا بمصر، ومع ذلك ما كتعرفيش فين الخير. ماشي لا قبل الزوج ديالي ظريف الله يعمرها دار كلشي مزيان كلشي هاني كلشي، غير زعما البنات اللي تيقولوا لي انت حل هاد القناه باش تشجعي. انا ما كنشجع حتى واحد. الزواج قسمه ونصيب، ولا حبيتي شي حد راه غادي تزوجي، ولا حبيتك راه غادي يتزوجك، وهذا الشيء ما دخلش فيه. هذا الشيء ديال التعقيدات وداكشي. البنات حتى من هادو ديال الحماله الاولى والثانيه راني باقا مخبيها. شوف كاين 2 خطوط الحمد لله على كل حال. المهم هاد الدوسي هذا راه عادي كيف قلت لكم الزواج قسمه ونصيب. واش تلاقيتي براجلك في مصر او في المغرب؟ كيف قلت لكم في الجواب الاول، انا تلاقيت مع راجلي في المغرب. فاش كنتي خدامه قبل الزواج؟ كنت كوافوره واعره 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 بزاف. وكيف قلت لكم مازال غادي ندير لي ميش لشعري. انا اللي كندير لي ميش هكا من التحت، انتوما شعري طبيعي، وكندير هاد لي ميش من التحت. ودابا نوريكم الطريقه كيفاش كنديرهم. دابا راه كبروا غادي نعاودهم وغادي تشوفوا معايا الطريقه. علاش ماماك وباباك ما كيجيوش عندك لمصر؟ البنات بزاف ديال البنات عارفين ان ماما وبابا توفاو، الله يرحمهم يا ربي برحمته. والبنات الجداد ما عارفينش ماما وبابا الله يرحمهم. واش عندك خوتك؟ عندي خوتي زوج. وعلاش ما كيجيوش عندك المصر حتى هما؟ اول حاجه خويا خدام، وعندي 2 خوتي، واحد مريض وواحد عادي. خويا خدام على خويا الاخر، وخويا خاصو يخدم ما كيعطيوه شكونجي باش يصرف على خويا الاخر حيت خويا الاخر مريض. واش درتي زواج المحكمه ولا زواج السفاره؟ انا تزوجت في كورونا والسفاره كانت مانعه الموافقه، داكشي علاش اضطريت ندير زواج المحكمه. واش درتي زواج المحكمه؟ شحال خداليك ديال الوقت وكيفاش وثقتيه في المغرب؟ انا درت زواج ديال المحكمه خدا لي 6 شهور هنايا في مصر، و 6 شهور بزاف او كثر. لكن فاش مشيت باش نوثقو في المغرب خدا لي غير 2 سيمانات. عاش المغرب. واش قاريه؟ طبعا انا قاريه. سؤال بليد. وشنو المستوى الدراسي ديالك؟ المستوى الدراسي ديالي هو 2 بكالوريا. شحال جلستي في مصر؟ كيف قلت لكم جلست فيها 2 عام، ودخلت المغرب جلست 2 عام، ودابا رجعت عام. يعني بحال تقريبا جلست 4 سنين او 3 سنين ونص في مصر.
واش ما كتفكريش تحملي؟ كنفكر نحمل، ودعوا معايا عافاكم، ودعوا معايا ربي يهدي راجلي ويتبع الدواء، الله نفرحوا مجموعين. الحمد لله على اي حاجه كيقدرها الله، الحمد لله ربي كبير، عارف ربي عارف علاش ما كيعطيكش ديك الحاجه، او ممكن يعطيها لك في وقتها. هادشي اللي كاين. الحمل والولاد ارزاق، بحالهم بحال الفلوس، بحال الصحه، بحال الزوج، بحال اي حاجه. داك الرزق كل واحد وشنو كيجيه في رزقه. الا ربي مكتب لك هذاك الرزق راه غادي يوصلك ولو بعد حين، يعني ماشي مشكل غتقولي لا فات. يعني ربي عارف، ربي عنده واحد الحكمه في داكشي اللي كيدير. كيف ربي مكتب ليا انني نتزوج مصري، او انني نعيش هنايا، او انني ما تعرفيش من القدام نمشي للمغرب، او ربي مكتب لينا كلشي، حنا غير مسيرين ماشي مخيرين. والبنات ما تنساوش ديروا لي لايك كومونتير، كنبغيكم بزاف. بقاو معايا باش نمشيو نطيبوا العشاء، بارك علينا من الحتيت والهضره. نمشيو نطيبوا العشاء. انا كيف قلت لكم غندير غير الكفته بالبيشاميل. شوفوا الطريقه ديالي، ولا عجباتكم ديروها وبقاو معايا. ما تزابيوش نهار السبت او الحد غادي نحط لكم فلوق خطير في اسكندريه، في شوارع اسكندريه. كيف قلت لكم غادي نمشي لواحد البلايص زوينين بزاف بزاف بزاف، غادي يعجبوكم، وغادي نخرجكم معايا. نتوما راكم حبابي وصحابي، الخرجه بلا بيكم ما كتسوى والو. ما تنساوش عاد ديروا لي لايك كومونتير، وكنبغيكم بزاف 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 يا احسن عائله. بقاو معايا تشوفوا الطريقه ديال البيشاميل، غادي نديرها لكم مختصر. بقاو معايا. انا جيت الكوزينه او جهه الكوزينه ديما خاصني الكوزينه. المهم انا جيت الكوزينه دابا، راه ما بغيتش نطول عليكم فيديو، غادي نقطع البصله. المهم انا كندير شي 3 البصلات هكاك مع الكفته. ها هي، ما عرفتش شحال هادي، واش كيلو ولا نص كيلو، ما عرفتش. المهم ها هي هاد الكميه هادي. انا اختي غادي ندير الماكله ديال اليومين، حيت غدا غنمشي نجيب، دفعت في لاكارت ديالي الجديده ديال مصر، غدا غتخرج لي غدا غنمشي نجيب الاقامه ديالي، دي لاكارت ديالي الثالثه. حكا البنات راه ولا عندك الحق ديري الجنسيه الا كنتي زوجات من مصري. ومشيت سولت الشباك الجنسيه، قالوا لي عندك الحق تصايبيها، راه ب 11000 جنيه. ان شاء الله ملي يكونوا عندي الفلوس نصايبها، ماشي على شي حاجه، غير باش ما نبقاش نخلص الاقامات والفيزات وداكشي، ونوليت انايا بحال قلتي مواطنه مصريه، نقضي الاغراض ديالي في البنك، نمشي مثلا نمشي ندير شي حاجه. ما هي كتسقط يمكن مع الطلاق. المهم البنات ممكن كنفكر نديرها، ما كيطلبوش فيها بزاف ديال الحاجات، كيطلبوا فيها غير خلق، يعني عقد ديال راجلي وباه وجدو، والبطاقه ديالي تكون ساريه، والباسبور ديالي يكون ساري، و11000 جنيه، واقامه هذه اللي خديت تكون ساريه صافي، وكتخلصيهم صافي وكتخرج ليك. يعني ما كيطلبوش لك شي حاجه كثيره، ديجا كيكون عندهم المعلومات عليك في الاقامه. المهم بقى معايا البنات، نقطع البصله ورجع معاكم. وقطعت البصله بكاتني، قطعت 2 بصلات ها هما على الطريقه. شنو قلتي يا هشام؟ بغيتي قلتي شي حاجه؟ ممكن ندير شويه الزيت هذه في الكفته، ديري شويه الزيت. انت شنو قلتي؟ هشام كدير شويه الزيت. ها هي البصله اللي قطعت بكاتني. غادي نخلي البصله تدبل ونزيد عليها سميتو الشعر اللي نمشي يطيح ليا. نسيت البنات بلا ما تقاومي، نسيت ما جمعت الشعر ليك، غنخليها تدبل جديد عليك. غنصاوب عليك حتى نمشي نجمع الشعر. البنات ها هي البصله دبلات، غنزيد عليها الكفته. او ماي جاد، نخليها تدخل معها شويه سخونيه حيت كتكون عندي كونجلي، نخليها تدخل معها سخونيه. المهم البنات انا زدت الكفته وغنزيد كنوره
كنورة ديال البقري. صافي دابا غادي نزيد الملحه. نزيد عليها الملحه، غنزيد شويه البزار، شويه ناشف، الزبر تيجي زوين. البنات غندير شويه ديال الخرق نقيصه باش يجي لي داكشي ماشي بيض. وشويه ديال البابريكا، شويه صافي البنات. صافي هادي العطريه اللي غادي ندير، صافي غنتسناها حتى تشحل هكا. غنزيد عليها شويه ديال الربيع ملي غادي تشحل وتفرتت، وغادي جانس معلقه ما نزيد عليها شويه الربيع. بقاو معايا البنات باش تشوفوا شنو غادي نزيد عليها. ها هي فرتتها، نشوف فرتتها بحال هكا شفتها. وكيف قلتو كيف شفتو درت فيها العطريه. دابا انا كنحتاج معدنوس، مبقاش عندي، غادي نكرط هاد شويه نديرو. المهم هو البن خاصني نجيبو نقطعو نديرو في الثلاجه. شويه ديال المعدنوس صافي البنات، نخليها تشحر شويه طيب شويه. البنات ملي غادي طيب هذيك الماء كيغلي، ملي غيغلي غندير فيه المكرونه تسلق. ملي غنبغي ندير البيشاميل غادي نصور لكم. بقاو معايا البنات، متنساوش ديروا لايك كومونتير وتعليق، كنبغيكم بزاف 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 بزاف. نجاوب على واحد السؤال كيسولوني عليه بزاف، كيقولوا لي علاش ما خدمتيش وانتيا في مصر. اول حاجه انا كنت باغا نخدم في مصر، ولكن انا ما كنتش عارفه مصر كيفاش دايره. ولكن فاش وصلت راجلي قال لي مصر ما ينفعش تخدمي فيها، خصوصا في البلاصه اللي حنا ساكنين فيها ما غاديش يخلصوك مزيان، وغادي تكوني ما عطيش وقتك لدارك. وهذه قال لي كون عارف انهم غيخلصوك مزيان بحال كيخلصوك في المغرب ونخليك تخدمي. راجلي هو اللي ما خلانيش نخدم، قال لي حقاش هنايا ما عندهمش حقوق، يعني ما كيخلصوش مزيان. خاص تكون في شي شارع واعر اولا في شي مدينه واعره اولا عندهم الطبقات، فهمتوا. قال لي عاد باش تخدمي. اما هنايا في البلاصه اللي ساكنه فيها عادي، حي عادي شعبي بيطاش، ما غاديش يخلصوني مزيان، وما كيرضاش انني كزوجه ديالو مغربيه نرجع. اما الكوافورات هنايا مغربيات مطلوبين بزاف، حمام مغربي، بزاف ديال الحوايج. قال لي منين ان شاء الله يسهل الله الا درنا شي صالون نديرو في شي شارع يعني كلاس، عاد باش يمكن لك تنزلي تخدمي. اما تنزلي تخدمي لي عند شي حد هنايا في الشوارع هذه لا. شحال فيها؟ يمكن فيها كيلو. شوف انا حيت غندير ديال اليومين، حيت غدا غادي نمشي نجيب لاكارت ما غاديش نطيب، ندير كرونه هي تسلقات، درتها ملي تسقطه. دابا غادي ندير معكم البيشاميل. ها هي الكفته حتى هي طابت. بيشاميل غادي نهبط الكاميرا باش تبان لكم. البنات ها هي اللي شليت ونقص عليها شويه. غناخذ هذه وانتم خذوا الزبده اللي كنتو في المغرب، واللي كاين في مصر راه ياخذ هذه. ندير منها المرقه الاولى، المهم معالق ديال المهم انا هادشي اللي كندير كنعوم. كنحس بحال ما عامرينش. المهم جوج كنبداو نخوض في الحليب بحال هكا وكنخوض باش ما يتعجنش. بحال الخروط كندير شويه ديال البزار. انا كيعجبني بزاف البيشاميل. كندير شويه ديال شنو سميتو الزعتر.
غير شويه متكتروش، وكندير شويه ديال الكوزه، ندير الكوزه مطحونه فهمتي، وشويه ديال الملحه. طبعا ما غاديش ندير حيت درت الملحه فاش بغيت نسلق. صافي البنات غنبقى نخلط، هادشي اللي كندير، كنبقى نخلط. الا كان عندك الفرماج لافاش كيري ديريه وانا هانتوما هي قلات شتو كتولي تكتب كتولي عارف. المهم البنات دابا غادي ندوز مع هاد الطريقه، مكاينش على دروينه راه غنغسله هاد النص هذا غنكب فيه شويه هكا ونحرك فيه، غادي نحركو بالبيشاميل بحال هكا. هاد النص هذا ها هو البنات، هذاك النص درت فيه البيشاميل، دابا كناخد شويه البيشاميل شي حاجه قليله بحال هكا. ها هو كننزل هادي ناخد النص الاخر نقادو هادي الشق البرد بلا ما تبقاي تصدعي راسك، هي راه فيها شويه الماء. نشوف شحال ديال الماء نقص نفسي. داكشي راه كوري خلاتها خديجه بنت البلاد كتدير على اليوتيوب، كتقول لك كمك هاك باك كمك هاك باك. صافي البنات ملي درت هاد الاولى غادي نجيب الكفته اللي صافت معكم قبيله نفرشها كاع البلايص هاكا. نتمنى يكون كيبان لكم. نتوما البنات بحال هكا كاع البلايص. بعد ما فرشت الكفته غناخد تاني شويه ديال البيشاميل نزيدو على داك النص ديال كندير ليه بحال هكا. صافي البنات بعد ما خلطتو كنديرو من الفوق هانتوما عادي تخافي شي. صافي ديري شويه تغادي مخويها. كنفرشو بحال هكا قبل ما تجمد داكشي بالسربه. البنات شفتوا يعني يمشي بزاف حيت كلشي طايب شي 10 دقائق كاع نديرها تحمر من الفوق، نشعل الفوق وتحمر من الفوق صافي نخرجها. البنات شوفوا انا قطعتها شتيها، شوفوا كي كتجي هما الطريفات
شوفوا لي هاد الجمال. ما تنساوش البنات ديروا لي لايك كومونتير وتشجعوني. بس شوفوا البنات هانتوما جربوها زوينه، اللي كلا طريف ما يعودش.